ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل بقى حلاوه المولد. شايفين الحلاوه الجامده اللي احنا شايفينها دي يا جماعه؟ ايوه، انا عاملاها في البيت، مش جايبينها جاهزه من بره ابدا. حاجه كده جميله واجمل من بره بكتير خالص. تعالوا بس نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي مع بعض. انا هنا عندي مج الشاي العادي اللي انتوا شايفينه ده، انا عايرت بيه سكر 4 كوبايات من السكر، واللي عايز يجرب ممكن يعمل نص المقادير بس. وبنفس المج هحط عليه كوبايتين 2 من الميه. عندي بقى ده جيلاتين، اللي هو الجيلاتين النباتي اللي انا بجيبه من عند العطار عادي، بقول له عايزه جيلاتين نباتي. هستخدم منه بس معلقتين كبار هرميين، يعني المعلقه تكون مليانه كده، وهقلبهم كويس قوي. بعد كده عندي ده ماء ورد او ماء زهر او فانيليا، اللي بيحب الفانيليا، بس احنا متعودين على ان الحلاوه بتبقى بماء الورد يعني. هحط منها 4 معالق زي ما احنا شايفين. بعد كده هحط بقى الحله بتاعتي على البوتاجاز، وهقلب فيها كده عشان السكر يدوب معايا. وبعدين هسيبها بقى على نار هاديه، لازم تكون على نار هاديه، وايدي ما تسيبش البوتاجاز. عندي هنا عصره نص ليمونه عصرتها عليها كمان. وابصوا طول ما انا واقفه. تاني حاجه ان انا عاملاها في حله غويطه، لان هي بتفور معايا، فلازم ابقى عامله حذري ان انا تبقى الحله غويطه معايا، عشان لما يفور تبقى تمام. لما بتغلي بقى معايا شويه وتقعد تفور معايا شويه كده، هبتدي احط بقى نص معلقه من كربوناتو او كربونات الطعميه او بيكربونات صوديوم. شايفين اول ما حطيتها الفوران اللي حصل كده، تحس ان هو شكل اللبن بالظبط. شايفين عملت فوم عالي قوي وانا ايدي مستمره في التقليب فيها. يعني بعد ما بحط الجيلاتين ده، بعد ما بحط البيكربوناتو تقريبا 3-4 دقايق كمان. تقريبا خدت مني على البوتاجاز من تلت ساعة لنص ساعة. هفضيها بقى في حاجة، وهفضل اقلب فيها كده بعد البوتاجاز تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة، عشان اشغل مادة الجيلاتين بتاعتي. كل ما هضرب فيها كل ما هتفتح معايا، شايفين؟ وهتتقل. طبعا انا حطيتها في صينية عريضة، لانها لما بتشرب الهواء بتبقى كويس. وصلت بقى للقوام ده. انا كنت بصورها وانا بقلبها لما وصلت للقوام ده، بس انا اكتشفت ان الكاميرا كانت مقفوله، كانتش شغاله. شايفين قوامها يا جماعه معايا؟ اللي هو انا هدهن بقى ايدي دهنه زيت كده. بصوا اول ما همسكها ماسكه نفسها وبتتكور معايا بكل سهوله ازاي. شايفين اهو؟ هكورها كده، وهبتدي بقى اشكلها بالحمص. الحمص ده طبعا بيجي كده متحمص يعني جاهز، او السمسم ان انا بحمصه، او سوداني برضو محمص. بس كده اول ما احطه هضغط عليه ضغطه، لانها تعتبر بالنسبه لي عجينه فبيمسك معاه. انا دهنت بقى صينيه عليها نقطه زيت كده، وهبتدي ارص عليها، او كيس بلاستيك وبدهنه بزيت، وهرص عليها الحلاوه بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه، واحنا بنقلبها بعد ما نزلت من على البوتاجاز، ما تفكروش ان هي وصلت للقوام ده بالسهوله. ده ممكن تقعد معاكم 2.5 3 او 4 ساعات على حسب. بس هتفضلوا بقى رايحين جايين من وقت للتاني، مش هتقفوا جنبها يعني، تشتغلوا وترجعوا تقلبوها تقليبه وهكذا. انا بقى بعد ما شكلتها كلها سبتها طبعا مفروضه على صينيه او على حاجه، وبرضو ما بتنشفش بسرعه، ممكن تقعد من يوم ونص 2 على حسب لما تتماسك معانا وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس بصراحه يا جماعه هي اجمل من بره بكتير جدا. وكفايه نظافتها وحاجه معموله في البيت. وطبعا شايفين السكر اقل من كيلو سكر عمل معايا كميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. والله فعلا فعلا جميله، وحاولوا تجربوها. ويا جماعة انا نفسي بقى كل اللي وصل للمرحلة دي من الفيديو ما ينسانيش في اللايك، عشان خاطر اللايكات والتعليقات بتاعتكم بتشجعني بجد ان انا اكمل في القناة. ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.